تعرفي إن في فرق ما بين إنِّك بتحبي وما بين إنِّك تقولي إنِّك بتحبي. الترتيب ده ممكن يخلّي الراجل يا يُقع في حُبِّك أو يهرب منِّك. واحدة كانت بتحكي وبتقول إنها بتحب زميلها اللي في الشغل، بتحترمه وبتحس كمان معاه بالأمان. فضلت ساكتة وبتتعامل معاه عادي جدًا، بس كان كل تصرُّف منها بيقول له إنها مهتمية بيه. وبعد أيام وشهور لمّا بقى بينهم لغة وتفاهم وارتياح نفسي كمان، قالت له أنا باحب وجودك في حياتي. هي ما قالتلوش أبدًا كلمة باحبك صريحة، لكن الكلمة دي أصدق من أي اعتراف. ليه بقى؟ علشان جات في الوقت الصح. وهنا السؤال، هو إمتى التوقيت الصح؟ شوفي بقى يا ست الكل، الراجل عمومًا لمّا بيحس إنِّك بتجري وراه وهو لسه مش مستعد بيخاف، لكن لمّا يحس إنِّك فاهمة نفسِك وبتحبيه فعلًا في وقت أنتِ مش محتاجاه له أصلًا في أي شيء، حُب يعني خالص مش علشان مصلحة ما، فوقتها مش محتاجة أي تأكيد ليه. ساعتها هيحترمِك وهيسمعِك. يبقى برضه إمتى تعبّري؟ لمّا تحسّي ببساطة إن العلاقة بينكم فيها نضج، مش مجرد إعجاب عابر. يعني لمّا يكون في تواصل حقيقي ما بينكم، يكون متبادل، ولمّا يحاول كمان إنه يقرّب منِّك علشان يعرفِك أكتر، ولمّا تحسّي إنِّك بتقولي الكلام ده مش علشان تاخدي منه ردود أفعال، لكن علشان تطلّعي كل الصدق اللي جواكِ، اللي حاسة بيه تجاهه. زي أشبه كده بزرعة بنزرعها في أرض، لمّا نرويها كل شوية زيادة عن اللزوم هتعفن، إنما لمّا نصبر على الزرعة دي ونرويها بعقل وبحكمة واحدة واحدة هتكبر وتعيش. المشاعر كده بالظبط. فلو بتحبيه بجد ما تخافيش من التعبير، بس اختاري اللحظة اللي يكون فيها قلبه مستعد ومش مقفول. يعني ما يكونش لسه طالع من علاقة أذيته نفسيا فشلت يعني، أو في حد بالفعل في حياته، وساعتها بكلمة بسيطة منك ممكن تعملي في قلبه دوشة عمرها ما هتسكت.